السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعيني متابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع البيض، عن موضوع لو انت عندك فراخ بتبيض. احنا طبعا قلنا في فيديوهات قبل كده عشان يكون يعني كمية البيض حلوة او انتاج البيض حلو، لازم نديلهم علف يكون فيه نسبة بروتين عالية، لان البروتينات دي هي اللي بتكون عنقود البيض. طيب احنا جاي نتكلم عن ايه النهاردة؟ جاي نتكلم عن كمية العلف المناسبة للفراخ بتاعتك اللي بتبيض، وازاي نقدر نمنع السمنة ونزود انتاج البيض. ازاي نديلهم ايه افضل وقت ان احنا نقدم لهم العلف فيه. الكلام ده بناء على تجربة. لازم ناخد بالنا من التفاصيل، يعني تفاصيل الكمية المفروض تكون قد ايه، عشان نعرف نزود الانتاج، وفي نفس الوقت نخلي يعني الفراخ بتاعتنا يعني ان احنا هنحط لها علف ونشوف الكميه قد ايه، وفي نفس الوقت جسمهم ما يسمنش ومخرج البيض بتاعهم ما يتسدش. هندخل بقى في الموضوع بتاعنا. لو انت عندك فراخ بتبيض وبتلاحظي ان البيض بيقل او ان الفراخ بتسمن، يعني تلاقي كده تمسكي الفرخه تحسسي عليها من ورا كده من عند المخرج، تلاقيها جامده قوي. المخرج لما بيكون جامد كده معناه ان هو جواه دهون. يعني عايزين الفراخ نلاحظ ان البيض بيقل، ولقينا الفراخ بتسمن ومش العنقود بتاعها بتاع البيض مش زي الاول. يبقى لازم نعرف النهاردة، احنا هنقول النهاردة عن كمية العلف الصح للفراخ اللي بتبيض. امتى نقدم العلف ده عشان يزود الانتاج ويمنع السمنة اللي بتكون اكبر عائق لانتاج البيض. معلومات هتكون مهمة جدا، اغلبها هتكون جديدة. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. ليه السمنة بتعتبر اخطر عدو للفراخ اللي بتبيض؟ ده سؤال مهم جدا. الناس مش عارفة الإجابة بتاعته. كتير من الناس فاكرة ان هي كل ما تزود علف كل ما إنتاج البيض هيزيد. لا، ده خطأ كبير جدا، لأن ممكن السمنة هي اللي تزيد. ممكن السمنة تزيد بتمنع التبويض، بتقلل حجم البيض، بتوقف حجم البيض خالص. بتخلي الفراخ كده مفيش عندها أي نشاط، تاكل وتنام. ده لما تشوفي فراخك مفيش أي نشاط وكسالة، وكل اللي في دماغهم ان هم ياكلوا ويناموا بعد كده. وكمان انت بتاكلهم اكل فيه دهون كتير او فيه كربوهيدرات كتيره، نشويات كتيره. كل الحاجات دي بتسبب السمنه. كميه العلف الغلط وبرضو التوقيت اللي بنقدم فيه العلف موضوع مش متعلق بالكميه بس، ده متعلق برضو بالوقت اللي المفروض نقدم فيه العلف. معلومات مهمه ودي عن تجربه شخصيه. الفرخة البياضة محتاجة قد ايه عشان ما يكونش عندها سمنة وفي نفس الوقت انتاج البيض يكون كويس؟ الفرخة البياضة بتكون محتاجة 50 جرام علف في اليوم، ده احتياجها. اكتر من كده مش هيفيد، واقل من كده هيضرنا كتير. يعني ما ينفعش نزود للفرخة الواحدة عن 50 جرام علف في اليوم. طبعا زي ما قلنا قبل كده، العلف اللي احنا هنستعمله للفراخ بتاعتنا عشان يديلهم نسبة بروتين عالية، العلف اللي هو 21% بروتين. 21% بروتين معناه ان احنا لو بنقدم 100 جرام فاحنا كده بنقدم 21 جرام منهم بروتين. طب لو بنقدم 50 جرام فاحنا بنقدم حوالي 10.5 كده جرام بروتين، وده بيكون كمية كفاية جدا للفرخة البياضة في اليوم الواحد. الكمية دي بيبقى ليها واقع السحر كده على الطيور بتاعتنا، لها فوائد كتير جدا. الكمية اللي قلنا عليها دي بتمنع السمنة، بتحافظ على نشاط المبايض، بتخلي البيض منتظم، بتخلي انتاجية البيض منتظمة، بتوفر طبعا علف بالنسبة لنا، لان احنا مش بنقدم كميات كبيرة عن اللزوم، فبنوفر علف وبنوفر فلوس. زيادة عن 50 جرام ده معناه فرخة سمينة، بيض اقل. سمنة زيادة، بيض اقل. اي زيادة عن ال50 جرام زي ما قلنا مخرج البيض بتاعها يتقفل. السمنة دي بتسد مخرج البيض كله،
بتأدي في النهاية لقلة انتاج البيض في الفراخ بتاعتك او الفراخ اللي احنا مربينها عشان انتاج البيض. فلازم نكون واخدين بالنا من كل التفاصيل دي. طبعا دي نقطة مهمة تانية، اللي هي التوقيت اللي المفروض نقدم فيه العلف. دي نقطة مهمة جدا برضو. الوقت مهم جدا زي الكمية، ما هي مهمة، الوقت مهم. اول وجبة بنقدمها للطيور بتاعتنا المفروض نقدمها لهم بدري كده، يعني من الساعة 8 من الساعة 7 للساعة الصبح. دي اهم وجبة لازم تبقى الصبح بدري، ما ينفعش نتأخر، لان الفرخة بتكون فاضية مستعدة للاكل، مستعدة للهضم، مستعدة للهضم والامتصاص. الامتصاص الصبح بيبقى اعلى من اي وقت تاني. ناخد بالنا كده ان احنا نقدم لهم الوجبة دي امتى. الصبح الفرخة بتكون مستعدة للاكل للهضم، جسمها مستعد للامتصاص، جسمها مستعد للاستفادة من اي اكل بنقدمه ليهم. تاني وجبة بتكون خفيفة كده، بتبقى مثلا خضروات، بتبقى كده على العصر او بعد الظهر، عشان الفرخة تكمل احتياجاتها من غير ما تخزن دهون، من غير ما تراكم دهون عند مخرج البيض. فبكده احنا قدمنا العلف الصبح، وبالنهار قدمنا الخضروات. بلاش نقدم علف بالليل، بلاش العلف بالليل. طول اليوم طبعا بنقدمه الصبح بس، لان ده هو اللي بيعمل سمنة. فبلاش برضو قبل النوم على طول نقدم للطيور بواقي عيش، كربوهيدرات، بواقي رز، مكرونة، بتعمل مشاكل وبتخلي فيه سمنة. الكمية الصح اللي احنا بنقدمها لو فضلت صح هنلاقي انتاج يومي كده او شبه يومي للفراخ بتاعتنا. الفراخ نشيطة، مش تقيلة ولا كسولة، قشرة البيض قوية، استهلاك للعلف اقل، انتاج اكتر بكتير. طبعا في غلطات شائعة بنقع فيها، زي مثلا ان العلف يكون متوفر قدامهم طول اليوم، او بنزود الذرة والكربوهيدرات، بنقلل حركتهم، ان احنا ما بنقسمش الوجبات بتاعتهم، بنغير نوع العلف او نغير نوع العلف فجأة كده. كل دي اخطاء بتحصل. لو بنعمل اي خطأ من دول ما نستغربش بقى لما البيض يقل، او نقول البيض قل ليه. ما نستغربش لصحة الطيور بتاعتنا صحتهم في النازل. ما نستغربش ان عندهم مشاكل او مناعة الطيور بيبقى فيها مشاكل. زي ما قلنا النصيحة بتاعتنا اللي هنقولها في الفيديو ده، ان الفراخ اما تكون مش سمينة، ده معناه انتاج بيض اكتر. الفرخة السمينة اللي فيها دهون كتير معناه علف ضايع ونشاط اقل وخصوبة اقل. فبالتالي احنا عايزين بيض اكتر. نلتزم بالكميات اللي قلنا عليها في الفيديو، اللي هي 50 جرام علف، اللي هو زي ما قلنا علف 21% بروتين. قلنا التوقيت برضو يكون مظبوط للوجبات، ما نقدمش كربوهيدرات كتير. لو قدمناها واضطرينا ان احنا نقدمها نحط معاها ردة، عشان خاطر الردة بتسيح الدهون او بتحرق الدهون، بتمتصها، والطيور تستفيد بتاعتنا منها. يعني الطيور تستفيد من الاكل اللي احنا قدمناه ده من غير ما ينضروا. يعني لو اضطرينا نقدم كربوهيدرات او بواقي اكل، يا ريت نقدم معاهم رده، لان الرده بتسيح الدهون. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. متنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.